حلاوة التمن من الحلاوات اللي كلش أحبها بموسم الشتاء. أحس بالدفو والأجواء الطيبة القديمة، تنفع توزيعات وثوابات همينة. خليت قطعتين زبد وكوب شكر وذوبتها على نار شبه ناصية، هذا يعني تقريبا، إلى أن صار لونها بهالشكل ذهبي نهائيا. مع التحريك خليت 5 أكواب مي، راح أظل أقلبه إلى أن يذوب الشكر تماما. هنا أنا منقعة كوب تمن أنبر بمي دافي. بعدها ورا ما ذاب الشكر راح أضيف هالتمن، طبعا كسرته بيدي قبل لا أضيفه، وراح أظل أخلط. هنا أنا ضفت شوية ملح يعزز النكهة، ضروري إضافته. ووقفت التمن إلى أن يستوي، بس تقليب مستمر. ورا ما استوى راح أطحنه بالبلندر مثل ما تشوفون هالشكل. طبعا ما أحكي لكم على الريحة مالتها، زبدة وتمن أنبر، واستخدمت آخر شي هيل، يعني الريحة تجنن. طبعا هالطريقة أنا من زمان شايفتها على اليوتيوب وحبيت أجربها، كلش طيبة، تختلف عن الطريقة العادية مال حلاوة التمن اللي نستخدمها، بس أنصحكم تجربوها. موادها كلش قليلة وما مكلفة، وتقدرون بسهولة تسووها. طبعا تقدرون تستبدلون الزبدة بالدهن العادي أو دهن الحار. وهالشكل أني سويتها وقدمتها، أتمنى عجبتكم وبس.